فيلمنا بيبدأ بجي سونج وهو ممثل بسيط وبيعمل أدوار دوبلير في بعض الأفلام وبيعيش في بيت فوضوي. حياته اتدهورت والأجر اللي كان بيكسبه ما بقاش كفاية لاحتياجاته اليومية. بيقرر إنه ينهي حياته وينتحر، لكن في الوقت ده بتخبط عليه الست صاحبة البيت وبتقول إنها معاها أكل ليه وإنه لازم يفتح. اضطر إنه يفتح لها الباب، لكن طلعت إنها بتطالبه بإيجار البيت المتأخر شهور، لكن جي سونج مش معاه فلوس يدفع لها، وده خلاها تغضب وتشتمه وقالت إنه بيتهرب منها وإنه ملوش مستقبل، وهو اتضايق من كلامها. وبعد كده قرر إنه يروح حمام علشان يستحمى، وبالصدفة دخل هناك مجرم خطير في الحمام العام ده علشان ينظف نفسه بعد ما قتل شخص كان هدفه النهارده واسمه هيونج ووك. وده حياته عكس حياة جي سونج لانه بيكسب فلوس كتيره جدا من مهنته دي، وده مخليه يشتري هدوم وساعات وحاجات كتيره محدش بيقدر يشتريها. فجأة بيتزحلق هيونج ووك من صابونة كانت على الأرض وبيقع على دماغه وبيغمى عليه في الحال. ولما شافه جي سونج وافتكر شكله الغني ومظهره الجذاب، أخذ مفتاح الخزنة بتاعته وسرق كل حاجة بتاعة هيونج ووك، محفظة والبدلة والعربية. وأول حاجة عملها جي سونج إنه راح لصاحبة البيت ودفع لها كل الإيجار المتأخر، وكمان سدد ديونه في السوبر ماركت اللي كان بيشتري منه كل يوم. وبعد ما خلص كل ديونه قرر إنه يقابل البنت اللي بيحبها، وكان عنده أمل إنها تحبه دلوقتي بثروته الجديدة. لكن من حظه السيء بيكون اتأخر وبيتفاجئ إن فرحها الشهر الجاي. بيحزن جي سونج وبيكتشف إن الفلوس اللي سرقها والثروه اللي بقت معاه دي مش هتقدر تشتري له السعاده اللي هو عايزها. فبيقرر انه يروح لمستشفى هيونج ووك ويرجع له كل حاجته، لكنه بيتفاجئ ان هيونج ووك بيعاني من فقدان في الذاكره بسبب الارتجاج اللي حصل له من الوقعه، وما بقاش في اللحظه دي عارف هو مين. بيقرر جي سونج ان ما يرجعش اي حاجه تاني لهيونج ووك، وبيمشي يخرج من المستشفى. وبتحاول هيونج ووك لجي سونج لانهم لقيوا محفظه وطاقه جي سونج في جيب هيونج ووك، وما كانش معاه يدفع مصاريف المستشفى. ومن حسن حظه ان قابلته رينا المسعفه اللي نقلته للمستشفى يوم الحادثه ودفعت له فاتوره المستشفى ووصلته للبيت. واثناء ما كانوا في الطريق حاولت تساله عن نفسه وتعرف هو مين. طلع بطاقته وقال لها ان اسمه جي سونج وعنده 32 سنه، لكن رينا ما قدرتش تصدقه لان شكله عكس عمره تماما. كانها حاولت تفكر بشكل ايجابي وقالت انه ممكن يكون ده عمره فعلا، لكن ضغوطات الحياه غيرت شكله وبقى اكبر من كده. بعد لحظات بيوصلوا لبيت جي سونج، ومجرد ان رينا شافت منظر الشقه المكركب ده عرفت انه مش هيقدر يرجع لها فلوسها اللي دفعتها له في المستشفى وسابته ومشيت. وبعد كده بيطلع هيونج ووك وبيسال اي حد من الجيران على نفسه انه يفتكر هو مين وحياته ازاي، لكن محدش كان بيرد عليه باجابات كفايه يعرف من خلالها هو مين. لكنه اتاكد ان الجيران ما كانوش بيحبوه لدرجه ان حد من الجيران يتهجم عليه بسبب سؤاله الدايم. لكن هيونج ووك بيعرف يدافع عن نفسه بشكل احترافي وبيتغلب على الراجل كمان. وهنا بيكتشف هيونج ووك ان عنده مهارات قتاليه. وبنروح لتاني يوم وبتكون رينا راحت تطمن على هيونج ووك، وبتفاجئ ان المكان مختلف تماما عن امبارح، والشقه كلها مترتبه ونظيفه، وبتبين انه شخص بيحب الترتيب والنظافه. وبدا يكتب مهاراته واللي منها الدفاع عن النفس والتنظيف واستخدام السكين بشكل احترافي. وبمجرد ما بتسمع رينا مهاراته دي بتاخده عند مطعم اهلها وبتطلب من والدتها انها تشغله عندها لان معهوش فلوس ومحتاج شغل والا هيموت من الجوع. لكن مامتها بترفض في البدايه لانها بتعتبر ان هيونج ووك ما ينفعش يشتغل عندها. لكن لما عرفت انه مديون لبنتها بمبلغ المستشفى وافقت انه يشتغل عندها طباخ ويقدر يسدد ديونه. وعلى الناحيه الثانيه هنشوف جي سونج وهو بيدخل شقه هيونج ووك وبيكون متفاجئ من حجمها وفخامتها، ودلوقتي بقى حابب يحس ويعيش حياه الفخامه دي في الكام يوم دول. وبالفعل استمتع بكل حاجه في الشقه، وكان يومه كله نوم واكل وما كانش عنده اي نيه انه ينظف المكان حواليه، ومشغول في مشاهده التلفزيون. وبتظهر قدامه بنت اسمها ايون جو بتمارس اليوجا، وما كانش يعرف ان التلفزيون متوصل بكاميرا مخفيه في بيت البنت دي، ومع ذلك كان مستمتع بمشاهدتها. وفي يوم من الايام اتصدم جي سونج لما شاف البنت بتتصرف كانها بتتدرب على قتل نفسها، واتصدم اكتر لما لقى اوضه سريه فيها بطاقات كتيره وصور لمسؤولين رفيع المستوى في شركه كبيره، وكاميرات مراقبه بتوضح كل مكان في بيت البنت. وبعد كل اللي شافه جي سونج افتكر ان هيونج ووك شرطي سري بيحقق في قضيه فساد في شركه كبيره، وان البنت دي هي الشهيده اللي يجب عليه انه يحميها. على الرغم من ده جي سونج كان حاسس ان ايون جو بنت جميله وهو مشدود ليها، وبدا انه يحقق معاها واكتشف انها بتعيش معاه في نفس المبنى وراح يقابلها بنفسه. والناحيه الثانيه هنلاقي ان في زباين كتيره بيروحوا عند مطعم عيله رينا بسبب مهارات هيونج ووك في استخدام السكين والطبخ، ورينا كانت مبسوطه جدا من نجاحه لانها هي اللي جابت له الوظيفه دي. وفي يوم هنلاقي ان هيونج ووك شاف تاريخ متحدد في التقويم بتاع جي سونج ومكتوب عليه موقع ومكان، وحس ان دي حاجه ليها علاقه بماضيه، وهيروح في نفس العنوان ويشوف لو هيقابل حد هناك يعرف منه اي حاجه. وبيكتشف انه بيروح مع ناس لموقع تصوير برنامج تلفزيوني، وان اليوم ده اللي كان متحدد ده جدول تصوير جي سونج كدوبلير في احد الافلام، وكان دوره انه يتضرب وما يعملش غير كده. لكنه ما حبش التصوير ابدا لانه كان بيرتكب اخطاء كتيره والمخرج كان متضايق. وبعد التصوير بيروح هيونج ووك يعتذر لعيله رينا عن تاخيره النهارده عن المطعم، وقال لهم ان قبل ما يفقد الذاكره كان بيشتغل ممثل ودلوقتي محتاج يكمل حياته المهنيه من تاني. لكن عيله رينا ما كانوش مقتنعين بانه ممثل، وكانوا شاكين ان حاله دماغه الصحيه بتزيد سوء. لكنه بالفعل بدا في تحسين مهاراته التمثيليه اتحسنت
حسنت مهاراته في التمثيل لدرجه انه بقى مدير برنامج تلفزيوني، وده بفضل قدراته في فنون الدفاع عن النفس، وتم ترقيته لاكتر من دور تمثيلي. وبالصدفه هنلاقي ان رينا وعيلتها وزباين المطعم كانوا بيسمعوا البرنامج اللي ظهر فيه هي وونج ووك، كلهم كانوا معجبين بيه واقتنعوا تماما انه ممثل شاطر. كمان طلب من رينا انها تكون مديرة اعماله، كده هيقضوا وقت اطول مع بعض، وبدات تظهر حقيقه مشاعره ناحيتها، وزادت نجاحات البرامج التلفزيونيه اللي بيقدمها هي وونج ووك. ومن الناحيه الثانيه بنلاقي ان الوضع عند جي سونج ما اتغيرش كتير، بيراقب البنت لكنه بيشوفها كل يوم خميس رايحه مكان ومعاها شنطه، وكانها مستنيه حد ياخد منها مكان، لكن الشخص ده ما بيجيش، فكانت بترجع لشقتها. وهنلاقي ان جي سونج بيحاول يقرب منها بكذا طريقه، لكنها مش مرتاحه لوجوده، لكنه مش بيستسلم وبيقرب منها كل ما تسمح له الفرصه، وبيقدم لها هدايا مختلفه. وبمرور الوقت بدات تفتح له قلبها وتكون معاه. وفي يوم بنلاقي ان جي سونج بياخد موبايل هي وونج ووك، وكان في مكالمه من رجال الاعمال اللي عينه هي وونج ووك علشان يحمي اين جو، وكان عنده فضول فبيقرر انه يقابلهم شخصيا، وتفاجئ انهم عاوزينه يقتلها مش يحميها، وكمان في اسرع وقت ممكن. وبيكتشف جي سونج ان هي وونج ووك مش شرطي، قاتل محترف. وبعد التفكير لفتره بيقرر جي سونج انه ينتقل لشقه جديده وياخد كل فلوس هي وونج ووك، وبيقابل ايون جو بيقرر انه يحكي لها هو مين ويعرفها كل حاجه. هي اتفاجئت من كل ده، لكنه بيوعدها انه يحميها من هي وونج ووك، واقترح عليها انها تعيش معاه في شقته الجديده علشان محدش يعرف مكانها، لكن ما كانش يعرف انهم بيراقبوه من بعيد، وشافوا حد منهم وهم حاضنين بعض، فبيقرروا انهم يجيبوا حد مكانه يقتلها. بعد كده بيتصلوا بكل القاتلين اللي يعرفوهم، لكن بنكتشف ان موبايلاتهم كلها متوصله عند هي وونج ووك. اكتشفوا اخيرا ان هي وونج ووك استخدم اسماء مختلفه اثناء شغله كقاتل محترف. وتاني يوم هنلاقي ان هي وونج ووك طلب من رينا انها تخرج معاه ويحتفلوا بنجاحه، وهي وافقت. اكتشف انه عازمها هي وعيلتها، لكنها مش بتكون سعيده بده، لكنها استمتعت بالوقت معاهم. وهم راجعين كان بيسمع اغنيته المفضله في راديو العربيه، وافتكر انه كان بيحب يسمع موسيقى قبل ما ينفذ المهمه بتاعته. وبشكل بطيء بدات ترجع له ذاكرته، بيفتكر انه قاتل محترف. وبيرجع هي وونج ووك لشقته الحقيقيه، وبيلاقي المكان كله متبهدل وفوضوي جدا. وشاف في الكاميرا لقطات بيظهر فيها جي سونج وهو عايش في الشقه في الكام شهر اللي فاتوا، وما خدش وقت كبير لحد ما لقى شقه ايون جو الجديده، لحد ما شاف ايون جو وجي سونج، وكان غضبان جدا اول ما شافه وبدا يضربه. وبعد كده بيبدا هي وونج ووك يوضح لجي سونج انه مش قاتل محترف، وان اللي بيعمله انه مش بيقتل الضحيه لكنه بيمنحها حياه جديده من خلال خطه بيتفقوا عليها مع بعض. تبين ان هي وونج ووك نفذ مهمته بنجاح وبياخد اجر من الزبون والهدف المقصود، وعلشان كده ايون جو كانت بتتدرب على الموت، وان هي وونج ووك تظاهر بانه قتلها، وعشان كده كانت بتستناه كل ليله خميس وما كانتش بتلاقيه لانه كان فاقد ذاكرته. وهنعرف ان ايون جو كانت بتشتغل في شركه وشاهده على الفساد وغسيل الاموال بتاع رؤسائها، علشان كده استاجروا هي وونج ووك علشان يقتلها ويخلصوا منها. هنيجي لهي وونج ووك وهو بيفكر ازاي ينقذ جي سونج وايون جو من الرؤساء دول، وبعد التفكير لقى طريقه ينقذهم بيها وينفذ جريمه قتل مزيفه علشان يفوزوا بحياه جديده. بيجهز هي وونج ووك كل حاجه، وبيتصل برؤسائه وبيعرفهم وقت تنفيذ الجريمه ويشوفوه وهو بينفذ المهمه. وبيروح هي وونج ووك لرينا وبيقول لها انه لازم ينهوا علاقتهم لانه مش حابب يكون لها علاقه براجل له ماضي سيء، وما وضحلهاش السبب وودعها ومشي. وبيتجه لمبنى مهجور وبيتظاهر بقتل جي سونج وهي وونج ووك، لكن رينا كانت بتتبعه داخل المبنى وراه، وهو كان بيتظاهر بجريمه القتل امام الرؤساء. وبتدخل رينا علشان توقف الجريمه دي، وكانت هتبوظ خطتهم، لكن فكروا في خطه بديله وهو سقوط علبه معدنيه كبيره جدا عليهم، وبكده يقتنع الرؤساء انهم ماتوا بالكامل حتى رينا. وبمجرد تاكدهم من موت الجميع سابوا المكان ومشوا فورا. وبنشوف هي وونج ووك بيقول لرينا كل حاجه عنه، اسمه وعمره الحقيقي 42 سنه. وفي نهايه الفيلم بنلاقي ان هي وونج ووك اختار يكمل حياته كطاهي في المطعم مع عائله رينا، وبيعيش جي سونج مع ايون جو. اما هي وونج ووك فبيساعد جي سونج انه يلاقي شغفه كممثل ويقدم ادوار افضل. وبكده يخلص فيلمنا النهارده. لو عجبكم ما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان يوصلكم اشعار بكل جديد بنعمله.